في مرة وأنا عندي 11 سنة رحت بيت خالي عشان كنت واقع في غرام بنته اللي أكبر مني بشوية، وكنت راسم دور الواد التقيل المثقف. رحت وأنا معايا كتاب وقعدت فاتحه وعامل نفسي غرقان في القراية عشان أبهره، وأول ما شافتني قالت لي بذهول: شاطر يا واد، أنت بتعرف تقرأ. رديته بمنتهى الفخر: يا توتو، ده أنا يومي كله روايات وكتب وقصص. ضحكت وقالت لي: شطور يا كوكي. وقعدت جنبي وبقينا نقرا سوا، وفجأة قامت تجيب صينية العصير وهي بتقدم لي الكوباية، كانت بتبص في عيني نظرات إعجاب خلتني أحس إني خلاص ملكت قلبها. وفجأة أمي دخلت في الخط وقالت لها بمنتهى البراءة: لا يا حبيبتي، بلاش عصير، ده لسه بيعملها على نفسه، ومغرق لي السرير طبعا. في لحظة هيبة طه حسين طارت والكتاب وقع من إيدي، وبعدها قالت لي: إيه ده يا كوكي، أنت لسه بتعملها على نفسك وبتغرق الملايات. ساعتها قعدت وأنا مش عارف أرفع راسي في وش أي حد، فتنصحوني أعمل إيه عشان أخليها تعجب بيا وتنسى الحكاية دي؟